مختفيين بقالنا فترة بس عشان نعمل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم في السيت اب الجديد؟ عمرك حسيت ان حياتك ماشية بالعكس؟ بتحاول وبتتعب وتفكر وبرضه مش ماشية معاك. بقول لك ايه، اسمع دي. كل شيء بيحصل لك، نجاحك، علاقاتك، شغلك، فشلك، كل ده بقى مش انعكاس للعالم، ده انعكاس ليك انت. والكارثة ان في 95% من الناس مش واخدين بالهم ان علاقتهم بنفسهم هي اللي بتسوق حياتهم مش العكس. اهلا بيكم، معاكم عبد الله مصطفى. النهاردة هنتكلم عن أخطر علاقة ممكن تشوفها في حياتك، العلاقة اللي ممكن تحدد مستقبلك وشغلك، نجاحك، وحتى كمان صحتك النفسية. مش علاقتك بالناس، لكن علاقتك بنفسك. طب ليه؟ لأنك ببساطة أنت الشخص الوحيد اللي مش هتعرف تهرب من نفسك. فخلينا دلوقتي مع بعض نفهم إزاي أنت بتفهم وتصنع نفسك من جواك قبل ما تظهر للناس من بره. عشان نفهم ده بالتفصيل هنتكلم فيها في أكتر من خطوة، محتاج منك إنك تركز معايا وورقة وقلم ومشروبك الجميل ويلا بينا. أول خطوة، إزاي نفسك هي اللي بتحدد نظريتك للعالم. في سنة 1977 عالم النفس أرون بيك عمل تجربة غريبة جدا. جاب مجموعتين من الناس، واحد كان شايف نفسه إن هو إيجابي جدا والتاني شايف نفسه ان هو مش كفاءة. العالم ده اكتشف ايه من النظرية دي؟ ان الاتنين شافوا نفس الموقف، بس المخ ترجم حاجة مختلفة 100%. لقوا ان الانسان اللي بيشوف نفسه مش كفاءة او عنده طاقة سلبية بيشوف العالم من حواليه خطر وفي تهديد وحكم دايما عليه. اما الانسان اللي علاقته قوية بنفسه لقوه بيشوف العالم فرصة، تحدي، ومساحة للنجاح. زي مثلا شاب داخل مقابلة شغل، لو علاقته بنفسه كانت ضعيفة هيفضل يقول لنفسه أكيد هيلاقوا حد أحسن مني، أكيد هغلط، أكيد مش هوصل للوظيفة دي. لكن لو علاقته بنفسه كانت قوية هيفكر ما بينه وما بين نفسه ويقول إيه، حتى لو الشغلانة دي أنا اترفضت فيها، دي مش نهاية العالم، بالعكس دي ممكن تكون بداية جديدة جدا، أنا كده كده بتطور. النقطة الجوهرية هنا إن أنت مش بتشوف العالم، أنت بتشوف نسخة من نفسك أنت جوه العالم. الخطوة التانية، اسأل نفسك صوتك الداخلي اللي بتسمعه ما بينك وما بين نفسك، هل ده عدو ولا صديق؟ لو في شخص لقيته واقف جنبك طول اليوم وكل شوية يسمعك كلام سلبي جدا، يقولك انت فاشل، انت مش نافع، هتعرف تكمل يومك معاه؟ الغريب هنا ان معظمنا عايش مع الشخصية ديت جوه دماغه، وللأسف بنعتبر ان ده طبيعي وعادي. الصوت الداخلي جواك تأثيره ايه على العقل الواعي واللاواعي، وبيأثر ازاي على القرارات اليومية بتاعتك، وازاي يتحول العيب جواك الى واقع. هبسطها لك بقصة دلوقتي هتفهم بيها ايه اللي انا عايز اقوله لك. مرة واحدة قابلت شاب، كل ما تشوفه يقول لها انا تعبان جدا من الحياة، كل ما احاول ابدأ واحاول اقوم نفسي كل حاجة قدامي بتبوظ. سألته سؤال واحد، هو انت لما بتيجي تكلم نفسك صوتك الداخلي بيقول ايه؟ قال لها بيقول لي اكيد انت كده كده هتقع او هتفشل. الست الجميلة دي بقى قالت له ايه؟ قالت له انت كده داخل الماتش مهزوم من قبل ما حتى الحكم يصفر. كده فهمتني؟ طب نخش على الخطوة الثالثة، ازاي بقى تصلح علاقتك بنفسك. قسم حياتك وخطواتك بشكل عملي بحيث انها تبقى جاهزة انك تنفذها بسهولة. زي مثلا انك تلاحظ صوتك من جواك بيقولك ايه. كل ما حاجة سيئة او فكرة سلبية تيجي جواك اكتبها على ورقة وقول ده الخصم بتاعي. النقطة التانية، حاول تعكس الفكرة، بدل ما صوتك يقولك انت مش هتنجح او انت هتفشل، قول له لا، انا هحاول، وحتى لو وقعت كده كده هطور من نفسي وهقوم تاني. النقطة الثالثة، حاول تطبطب على نفسك وتتعامل معاها على انك شخص بتحب نفسك. لو انت صاحبك في يوم من الايام عمل حاجة غلط، ايه اول حاجة هتعملها؟ طب ليه بقى ممكن تعمل كده مع صاحبك وما بتعملش كده مع نفسك؟ النقطة الرابعة، حاول تعمل حسنة لنفسك في يومك. ممكن تعملها في ايه؟ انك تلعب رياضة مثلا، او تتعلم مهارة جديدة، او تفتح كتاب وتقرأ معلومة ممكن تفيدك بعدين. ده بيعمل ريستارت لنفسك، بيخليك تعيد حسابات نفسك تاني وتكتشف نفسك من اول وجديد. النقطة الخامسة، النقطة دي مهمة جدا لان انت المسؤول عنها في النقطة دي. اختار بيئتك بحكمة. الناس اللي حواليك سواء صحابك او اهلك او اقرب الاقربين ليك، علاقاتك ايا كانت هي الوحيدة المتحكمة في شخصيتك هتتحول لإيه. صدقني هي قادرة إنها تبنيك وفي لحظة ممكن تحطمك. خلصنا الخطوة دي، يلا بينا نخش على الخطوة الرابعة. إزاي ده بيأثر على قراراتك وعلى شغلك وعلى حياتك بشكل عام. لو أنت من جواك شايف نفسك قليل هتقبل بأي معاملة من حواليك، إنما بقى لو شايف نفسك تستحق هتختار بشكل أفضل. لو شايف نفسك مش كفاية ممكن تيجي تفتح مشروع تخاف إنك تاخد أول خطوة فيه، إنما لو علاقتك بنفسك قوية هتبقى شجاع أكتر وتاخد الخطوة بمنتهى السهولة. خلاصة الخطوة دي إن كل قرار بتاخده في حياتك طالع من علاقتك بنفسك. خلاصة الحلقة يا صديقي،
في كلمتين هقولهم لك. فكر دايما، اولا العالم عمره ما كان ضدك، بس ممكن انت اللي تكون ضد نفسك من غير ما تحس. حاول تصحح علاقتك بنفسك، وواحده واحده هتبتدي تشوف كل حاجه حواليك بتبتدي تتغير اللي انت محتاجه. لو عجبتك الحلقه وعايز تتعلم اكتر ازاي تطور علاقتك بنفسك وعلاقاتك بالناس اللي حواليك وتطوير نفسك وشخصيتك، تابعني على اليوتيوب وباقي المنصات، هتلاقي الروابط كلها في وصف الفيديو. لو لقيت عندك مشكله وحابب ان احنا نتكلم فيها، هستناك تكتبها لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي. سلام.